الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه ناطق الله أكبر ما صدق في قصده وعمله صادق الله أكبر ما أقيمت شعائر الدين في الخلائق الله أكبر كلما صام صائم وأفطر وكلما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر كلما لاح برق وأنور ولكلما أرعد سحاب وأمطر الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخيرات والبركات وتكرر فمن قضى شهر الصيام حتى أعقبه بشهور الحج إلى بيت الله المطهر نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله انفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين فنعم الآل والصحاب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا العيد السعيد فإنه اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام وأجزل فيه للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام عيد امتلأت القلوب به فرحا والإكرام فرحا وسرورا وازدادت به الأرض بهجة ونورا وهكذا خرج فيه المسلمون في كل بقاع الأرض حامدين لربهم معزمين وبنعمته بإتمام الصيام والقيام مغتبطين ولخيره وثوابه مؤملين يسألون ربهم الكريم أن يتقبل عملهم الصالح وأن يتجاوز عما كان من تقصيرهم وأن يعود عليهم مثل هذا اليوم وهم في خير وأمن وإيمان واجتماع على الحق والعبادة وابتعاد عن التنافر والتنافس والعصيان يا معشر المسلمين اتقوا الله تعالى قال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وقال عز من قائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا وأكبر شاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أميين متخلفين في العلم والحضارة والسيطرة والضيعة فما لبث هؤلاء القوم حتى حين تمسكوا بالإسلام حتى صاروا قادة العالم والحضارة والأخلاق والكرامة وسادوا الناس عزة بعد الذل وتقدما بعد التخلف
وإن الدين الذي تمسك به أولئك السادة لا يزال محفوظا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو تمسك به المسلمون اليوم تمسكا صحيحا عقيدة وشريعة وطبقوه تطبيقا إيجابيا في جميع أمورهم لسادوا كما ساد ذلك لأسلافهم. أمة الإسلام أبليا كينيا رب كينيا تبارك وتعالى وأنونجو أوما سمي أوما دجي أفان نما غرغرته نمني غوسا غوسته قبائل أدى أدى تهون آياتا ملتو قدين ربي في تكما ربي نما غرسيف توجا نما هندا في متي وربيكم سقبوا في رب سبحانه وتعالى. آية برا خيست يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله خبير بما تعملون. المنما رب سبحانه وتعالى قرآن نقاد بطو قوساتوكو كان الرجال جسونو سونتهن وقاتي دبت يا أيها الناس يا نما نمتات خعربا خعجما خعدي خقراجا يا نما نمتات نتي إسين أمنين ونجاد جيتنا قبت وجعلناكم شعوبا شعبي سبا سبا إسين قوني وقبائل قوسو قوسا اللي إبدا اللي أكست إسين قوني واني خنقوني واني براتك هنجرتو لتعارفوا أكا والبيتنيفي إن أكرمكم عند الله أتقاكم إرق حبجمان إرق قد فمان ربي برتي نما إسن كيسا أكا ربي صداتي جي ربي سبحانه وتعالى وان إسن دليدن ربي النبي خاجي وبليان كين يدام سنو تياري سنيف قبنو يرو روبني روبا بركا أكتو هوا ربي خين يخدجا إني قدان يو رمضان نبيه إبادة ربي هفته جرتي يو رمضان ندومي ربي انتو كتشها كان قبر موهبه جرا يو صلاة صومني رمضان يو به صومني خمسة خيسنينا صومني أيام البيد حفيج جرا يو تراوي مسجد الدفنين نشاط أولين صلاة دبر صلاة تهجد جرا صلاة ليلي حفيج جرا دوبا صدقا هقا خان كننو حركك اللي غرغارون أكا اتففو إسنين جنة جبادا توكما جبيسا همنا إيغان أفان أرموتين جيبودا قبتي خنا والقبطو أفان أمارفاتين إسن دقيسيسا دورا قبتين لما فا إني قدان يو أمني توكو أكا قرآن توكو قبنت أكا قبلا توكو قبنت أكا إمام توكو هدتني صلاة كانت دوبا قاوة شوفني توكما وفي جبيسني دريس ركتا إساني إبكيس اللالي والهمتني والإنجراتا أدوين على رفيسين هندنده قاوة دلوا سرين أرتي ورابيس سينا أكما جامسا توكما جبيسو ولت أمنوا سقا وللراقباتشون برباتش ساجتشو خناف ربي سبحانه وتعالى توكما دتنو ياما باهنو جزي عندما التاوقو أفاتشو لكت كليل لو عند سووش يلي لو عند قل سبوش من قصاتين لإسلامنا هيمانوتنا لمن لاو يا مسلم ما برسب يالون أكبروت لما أطفات برتسبون بما بتاتا سلام بما أطفات برتسبون عند النت بما فرارس إسلامنا هيمانوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما انقاشش الصيا في سدبيا كاهدو يغنيالو سلازي إنيا يا إسلامنا قداي تقلاي مكربيت بوانجل مكتا حق مسرت بانقل أسران 85 هزبار 2012 بقلس يتقمت بما هنو اندهم
በአንቀጽ 492 እና 493 በሌላም አንቀጽ ስላለ ሚዛናዊ ፍርድ እነኚህ ሰዎች እንዲያገኙ መንግስት እንዲሰጥባቸው እየጠየቅ ሰፊውን የሙስሊም ህብረተሰብ ትዕግስት በማድረግ እኛን እንዲጠብቁ ጥሪያችን እናቀርባለን። ሌሎቹም ሁሉም ሃይማኖቶች እኛ በአንድነት በመከባበርና በመረዳዳት ስለምንኖር ከኛ ጋር ወጥተው ይህንን ድርጊት የሚፈጽሙትን ግለሰቦች እንዲቃወሙ ጥሪያችን እናቀርባለን። ህብረተሰባችን እንደተለመደው በአንድነት በመረዳዳት በፍቅር እንዲያዳምጡት እንጠይቃለን። أيها الناس إننا اليوم بحاجة ماسة في التوحد في صفوف المسلمين بعلمهم ومالهم أن يقوموا إلى جانب المجلس الإسلامي في إقليم أوروميا. بارك الله لي ولكم في القرآن والآيات الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. أفضل من صلى وزكى وقام واعتمر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. أيها الناس اتقوا الله تعالى واستقيموا إليه واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام إن ذلك من أكبر النعم واسألوه أن يتقبل ذلك منكم. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. تذكروا بجمعكم هذا يوم الجمع الأكبر حين تقومون يوم القيامة من قبوركم لرب العالمين حافية أقدامكم عارية أجسامكم شاخصة أبصاركم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم إن عبادك خرجوا إلى هذا المكان يرجون ثوابك وفضلك ويخافون عذابك وغضبك. اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا جميع ما مدى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم
ووحد صفوفهم برحمتك يا عزيز يا حكيم. اللهم من أرادنا بسوء اللهم من أرادنا بسوء شعبنا بالتفرق اللهم خذ بناصيته، اللهم خذهم أنت العزيز المقتدر يا حي يا قيوم يا جبار يا حكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. يتسكن باتن